سلام، أنا ليلى. قصتي قصة وبغيت نعاود لكم جزء منها باش تعرفوا أن ربي إذا بغى شي عبد تيبتاليه. المهم غادي نرجعكم معايا شوية ليامات الليسي. كنت كنقرا، كانت عندي صاحبتي سميتها فدوى. ما بيناتناش المخبيه، اللي دراتها ضراتني والعكس صحيح. واخا الوالده ديالي ما كانش عندها معاه بزاف، ولكن كتبقى واحده من احسن صحاباتي. المهم كايناش شي زبله في التاريخ واقيلا بجوج ما دوزناهاش. من السفر سافرناه بجوج مخبيين على دارنا، بحكم اننا كنا ساكنين في كازا. كنا كنضربوا ضريبه مره نمشيو لجديده، مره اسفي، مره واخا هي المحمديه. المهم عند بالنا كنا كنديروا شي حاجه. ايوا دازت ليامات، راكم كتعرفوا الفعايل تاع الصحابات بيناتنا. آه، مصائب الدنيا كنا كنديروهم بالسكات. ايوا فين ما وقفت عليا تلقاني وفين ما وقفت عليها لقاها، حتى وصلنا للباك. واحد المره كنا قلنا باش نمشيو نبريباريو مع صحابنا وصحاباتنا في القهوه مورا ما سالينا القرايه. في الحصه زعما ماشي سالينا العام، سالينا غير القرايه تاع اون سيونس وخرجنا ومشينا. قلنا باش نمشيو نبريباريو، هذاك الشيء اللي درنا. تجمعنا في قهوه جالسين تنقراو، وانا جالسه وانا كنلاحظ ان واحد السيد اون فاس معايا مقابلني، ما حيدش عيني على الطبله ديالنا. شويه جالسين، ما بقيتش شديتها فيه. جالسين شويه صاحبتي قالت لي يلا نمشيو معايا للطواليت، يلا نطلعوا للطواليت. قلت لها يلا. طلعنا احنا غاديين في الطريق وتقول لي واش شفتي البلان تاع خونا حاضيني؟ قلت لها شفتو. وقلت لها ما عرفتش شكون تيشوف فينا، المهم تيشوف في الطبله ديالنا. هذاك الشيء اللي وقع. طلعنا للطواليت، السيد تبعنا، حنا خارجين لقيناه في الباب. سلام سلام، هضر معايا نيشان، قال لي شفتك وعجبتيني وما كرهتش تعطيني نمرتك نهضروا ابخي، شفتكم تبريباريو وما بغيتش نصدعكم. ايوا صافي. في الاول انا الصراحه ما بغيتش نعطيها ليه. المهم راكم عارفين، ما ازيدت. صاحبتي قالت لي قالت لي هي غتعطيها لك. عطيتها ليه، قالت لي عطيه النمره، عطيتها ليه. صافي رجعنا كملنا قرايتنا عادي. في الليل وصلت للدار لقيت السيد مخلي ليا ميساج، جاوبته. بقينا كنديو نجيبو في الهضره. دازت شي يامات بدات يجي عندي للمدرسه، تنتلاقاو في الباب. خرجنا شحال من مره، ما عمرني الصراحه تلاقيت معاه في الراس في الراس. كانت تخرج معايا ديما صاحبتي. ايوا سالات الباك، نجحنا، طلعنا لافاك بجوج، درنا بجوج نفس الشعبه. باقي كنتلاقى معاه. دازت تقريبا شي 6 شهور هكاك. واحد المره خرجنا بجوج، لا خرجنا بثلاثه. كما قلت لكم راه ما عمرني خرجت مع الراس بالراس، حيت الصراحه انا كنت شويه حشوميه، ولكن صاحبتي كانت قويفزه، عزيز عليها لومبيونس، الهضره ديما خلقه الجو. داكشي علاش دائما عزيز علينا بجوج نخرجوها معنا ضاحكين ناشطين. ايوا المهم هذاك النهار اللي خرجنا فيه جبت لي الزواج. صراحه صدمني، حيت انا ما كنتش كنتسناها منه. قال لي بلي زعما ما كاينلاش نزيدو نضيعوا الوقت، راه بغيت نتزوج على سنه الله ورسوله. انا في الاول رفضت، قلت ليه زعما باقي الحال، يلا 6 شهور باش نعرفك، ما كافياش باش نعرفك مزيان. انت هكاك ما كتعرفش عليا بزاف د الحوايج، وانت انا ما كنعرف عليك تقريبا والو. يلا كنعرف الخدمه وانك تجي نضحكوا شويه وصافي وكتمشي. قلت ليه زيدني شويه الوقت بين ما حتى انا نعلم دارنا وداك الشيء. السيد في الاول بان لي انه تحرج وما عجبوش الحال، ما دوزها سكت. صافي مشينا تقريبا موراها خرجنا جوج المرات. وهاد جوج المرات كان شويه مبدل شويه السيد. من بعد ما بقيناش نتلاقاو، تقطعت تقريبا اخبارو. قبل شويه كنت كنصيفط ليه شي ميساج كيجاوبني لحد على القد، سؤال جواب. قلت صافي ماشي مشكل، ما كاين بس ما كتبش. واخا المشكل الوحيد اللي كان هو انني علمت دارنا عليه. قلت لهم راه بغى يجي يهضر معكم واحد السيد، يمكن تسرعت شويه ولكن فيها خير. ايوا قلت لكم صافي من بعد تقطعت الكلام، تقطعت الاثار ديالو، ما بقيناش كنهضروا في مره. المهم الغريب في الامر هو انه حتى صاحبتي ما بقاتش كتبغي تلاقى معايا، ما بقيناش كنتشوفوا بزاف، علما انه قبل كنا يوميا ما يمكنش يدوز النهار وما نتلاقاوش، ما يمكنش يدوز النهار وما نديروش شي مصيبه ولا شي مشكله. راكم عارفين امور البنات. ولكن دوك اليامات كانت تلقى لي حجج اعذار، كل مره عندها شي حاجه، حتى الهضره قليله اللي ما سولتش فيها انا ما تسولش فيا هي. شكيت شويه بلي كاينه شي حاجه، ولكن ما بغيتش نعمر راسي.
ايوا داز تقريبا واحد 10 ايام انا خارجه، تلاقيت مع بنت خالتها كانت نفس لا جينيراسيون ديالنا، يعني كنا مره كنتلاقاو وكنضحكوا وهذا. ايوا تلاقات بيا، السلام لاباس كي دايره بخير، فين وصلتي؟ هذيك الهضره ديال البنات شويه، وهي تقول لي وعندك ما تجيش بعد غدا، عندك ما تمشيش معنا للحمام، راه غادي نديو فدوه. قلت لها واخا. انا الصراحه تصدمت، شوكت، بقيت كنشوف فيها، ما بينتش او ميم طون كنت شاكه، يعني ديك فديك اللحظه تاكدت. مشيت فحالي للدار، بقى فيا الحال، بكيت ولكن نستاهل، حيت الوالده ديالي كانت دائما تقول لي هذيك البنت ما ترتاحش لها، وانا منها نخلق، هذيك البنت هي اللي كنت باغا. ايوا دازت ليامات ماشي مشكل. علاش قلت لكم ان ربي الا بغى شي عبد تيبتليه؟ بعد عليا هذيك البنت حيت فيها الغدر، ولكن عرفتوا شنو هي النهايه؟ هي انه هذاك السيد تزوج بها. علاش؟ لانه الوالده ديالو كانت مسكينه مريضه شويه، ما كاينش اللي قبلها، وهو خدام وما مساليش، سكنها مع الوالده ديالو، وهو كمل السكنه ديالو في دارو كيف ما كان قبل. والعجيب الكبير هو انه كان مصاحب مع شي وحده قبل بعامين، عامين هو معاها وما تفارقش معاها، يعني تزوج بحال حيد عليه غير خلاص تاع خدام. هادشي اللي كاين. وتتعرفوا انه المغرب صغير والدنيا صغيره، الخبر تتوصل. البنت عاشت مكرفصه، ما تبغيهاش لتا واحد، الله يشوف من حالها الا كانت باقا تلبها هكاك، ولكن ربي بعدها عليا وبعدو عليا، وانا حامد الله وشكراه، حيت نيتي ما عمرها كانت خايبه، ربي ما خيبنيش. اللي بغيت نقول لكم هو انه الحكمه او العبره من هذا الشيء ماشي الصحابات اللي خايبين، لا بالعكس، صحابات نعمه اذا ربي عطاها لك صالحه والرفقه الحسنه مزيانه. ولكن الكلام اللي بغيت نخرج منه والخلاصه من هذه القصه هو انه ثق في الذوق تاع والديك غير شويه، واخا ما تبعدش على هذيك الصحبه ولا على هذاك الصاحب، ولكن عرف انه راه ما فيهش الخير، ما تامنش حياتك عليه، ما تخليش حياتك تدور على هذاك الانسان. هذاك الشيء علاش عود اسمع لكلام والديك، قال لك هذاك السيد راه مزيان، ودير نيتك وربي راه معك. هذا الشيء اللي كاين. وما تنسوش تشاركوا في القناه ديالي باش تلقاو قصص اخرى، واللي عنده شي قصه وبغى يعاودها ليا صيفطوها ليا في الريزو سوسيو ديالي، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، غتلقاوهم في صندوق الوصف. باي باي، بيزو.